باش تنافس على بطولة خاصك يكون عندك حارس كبير، واليوم ياسين بونو كيأكد على أنه أسطورة الحراسة المغربية عن جدارة واستحقاق بعد تألق لطيل السنوات مع المنتخب الوطني المغربي. ها هو يؤهلنا إلى نهائي الكان 2025. غادي نديرو تحليل شامل على اللقاء ونتحدثوا على كل التفاصيل بطريقة بسيطة وسريعة. المنتخب الوطني اليوم لعب مباراة كبيرة، أداء رائع وممتاز على مستوى التنظيم الدفاعي والتنشيط الهجومي. لاعبين قدموا مستوى كبير وظهروا بصورة ممتازة رغم أن المنتخب لم يسجل في اللقاء أو 120 دقيقة. الشيء الذي يُعَاب عنه وهو اللمسة الأخيرة أو إنهاء الهجمات بطريقة ممتازة. خلقنا فرص، خلقنا محاولات، هددنا مرمى نيجيريا بأكثر من كرة وبأكثر من محاولة، لكن لم تكن فعالة. كذلك النقطة السلبية، لم نستغل الكرات الثابتة كما فعلنا ضد الكاميرون، بسبب أن التنظيم الدفاعي لمنتخب نيجيريا كان أقوى من الكاميرون. اليوم لعبنا مباراة كبيرة للأمانة، لاعبين قدموا مستوى كبير وظهروا بصورة ممتازة. منتخب نيجيريا لم يخلق أي فرصة محققة للتسجيل على مرمى ياسين بونو سوى مرة وحيدة، وهو بسبب التنظيم الدفاعي كان في تلك اللقطة سيء. ولوكمان تعامل مع الكرة بطريقة ممتازة وياسين بونو في المرصاد. المنتخب الوطني المغربي اليوم شاهدنا يلعب بطريقة ذكية أو قرأ الخصم بطريقة ممتازة. نيجيريا عندما تضغط تتجه بكل اللاعبين نحو اتجاه الكرة. إذا كانت الكرة على اليمين فالظهير سوف يبقى بشكل فريق، وهنا إمكان استغلال تقدم نصر المزراوي. وإذا كانت الكرة على اليسار فأشرف حكيمي سوف يكون فريق، وهنا أمامه الفراغ للتقدم إلى الهجوم. وشفنا أن المنتخب المغربي يلعب بشكل قطري، وهو تغيير اتجاهات واستغلال خطورة أشرف حكيمي ما كان الأفضل في الشوط الأول. وخلقنا محاولة من هذه الكرات وكنا قارين التسجيل عن طريق اللعب إبراهيم دياز كذلك أيوب كعبي في كرة العرضيات، لكن لم نستطع التسجيل. كما قلت أن التنظيم الدفاعي كان جيد في بعض الفترات، وفي بعض الفترات خانت اللمسة الأخيرة أو إنهاء الهجمات بطريقة ممتازة. ولذلك قل خطورة نيجيريا عزل أوسيمين وأدم مسينا مستوى كبير في لقاء اليوم للأمانة. أداء رائع جعل أوسيمين مختفي 120 دقيقة أو 110 دقائق كما لعب أوسيمين. كذلك اللاعب آدامس نصر المزراوي وقف له بالند للند. لوكمان لم يظهر بصورة ممتازة سوى في تسديدة واحدة. أيوبي لم يجد الحلول في وسط الميدان ووجد صعوبة كبيرة في إيصال الكرة إلى المهاجمين. وهذا يدل على أن المنتخب الوطني المغربي كان فعالا في التنظيم الدفاعي. مباراة رائعة، أداء ممتاز، وتأهل مستحق. وهذا هو كل شيء من هنا، وإلى اللقاء.